قمه قله الادب في موضوع شيكوبانزا وموضوع تاخير مستحقاته وموضوع مجلس اداره الزمالك المتراخي اللي ضد طموحات النادي في ظل ان النادي راكب الدوري ومقدم مستويات ومقدم نتائج، ومجلس الاداره بيهد النادي من حته تانية. يعني مجلس الاداره بدل ما يقف مع النادي ويكون هو الداعم ليه، هو اللي بيأخر المستحقات عن اللعيبه، وهو اللي بيعسف اللعيبه وبيخلي اللعيبه تقول انا همشي. يعني مفيش كلام يتقال او يتوصف عن مجلس الاداره الفاشل بتاع نادي الزمالك. انا والله ما شماته ولا استهزاء ولا كلام من ده، انا بتكلم في ان انت راجل رئيس مجلس اداره في نادي راكب الدوري ومحقق نتائج وماشي على المسار الصحيح وفي اداء وفي لعيبه والدنيا ماشيه زي الفل، تروح انت مأخر مستحقات اللعيب اللي جاي من بلده عشان هم الجنيهين اللي يطلع بيهم واللي يؤمن بيهم مستقبله كلاعب كوره، انت تاخرهم له وتعسفه، وتاني يروح على الفيفا، وتاني يرفع قضيه، وتاني القيد يتوقف زي الارض ما راحت، زي 100 مشكله غير معلنه. والادهى من كده والافظع من كده انكم بتستهانوا بحق يعني بعقل الجماهير. احنا اللعيب منتظم، اللعيب ما عندوش مشاكل، اللعيب بيحضر التمرينات والاستبعاد استبعاد فني، وما فيش اي حاجه من الكلام دوت، ولا اللعيب شال صوره من على المواقع، ولا اللعيب منقطع على التمرين، ولا اللعيب عايز يمشي، ما فيش الكلام ده. انتوا بتحلموا، ما فيش اي حاجه. احنا مجلس اداره زي الفل. ايه الاستهانه دي وايه قله الادب دي؟ وانتوا مجلس اداره مكمل ليه لما انتوا بالفشل ده مكملين ليه وعايزين من نادي الزمالك؟ برغم ان انا اهلاوي، نادي الزمالك كبير، ونادي الزمالك طول عمره منافس النادي الاهلي باكبر فرق افريقيا. انا ما فيش الموضوع لا استنكار ولا تقليل من النادي ولا ان انا بتريق ولا ان انا شمتان، اقسم بالله ولا الكلام ده خالص. احنا بنتكلم في مجلس اداره بيضيع حقوق النادي وضد طموحات النادي في ظل ان النادي ناجح على المستوى الكروي وعلى مستوى الدوري وعلى مستوى المنافسه. اتمنى ان انا اكون وصلت المعلومه للجماهير ويكون لي تدخل من الجماهير على مجلس الاداره الفاشل ده ويكون في حل. كان معاكم ميدو الصباغ واشوفكم فيديو تاني على خير. السلام عليكم.